السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي الكرام، تتمنى الفيديو لقاكم بأحسن الأحوال إن شاء الله. الصراحة الإنسان ما تستغلش واحد الفرصة اللي قليل اللي تتعطيه الحظ بأنه يتشهر ورا بأنه يحبوه الجمهور ويبغيوه. ما تستغلش الفرصة وتضيعها في الخوى الخاوي وتتبع الناس اللي غاديين به للتهلكة للأسف. كيف ما احنا عارفين كاملين القضيه ديال النزار اللي كان فيها في المشكل الاول اللي كان تبع ندى وبغى يتزوج بها وتزوج بها، ومن بعد موراها الساق حكا طمعت فيا، بغات فلوسي، بغات هادي بغات هادي بغات هادي، شويه طلقوا ولاو في المشاكل. ها اللي مشى للحبس، اللي خرج من الحبس، وجات وحده اللي كبر منه بعدة سنوات اللي هي اللي باش دير ليه العقال وباش تجمعوا. هذه لا صدقت انها تابعين غير الشراب والدوران وداكشي الخوى الخاوي، وهو ضيع عائلته على قبلها وعند بالو بانه راه غيمشي للطاليان، ولكن مستحيل انه يمشي لحقاش حنا عارفين كاملين انه عنده الوسخ في السجل العدلي، يعني ما يقدرش يخوي البلاد. كما تنشوفوا هاد اليومين هادي خارجين دائما غير السكران، ودائما تيحرطوا في الزناقي بالليل وبالنهار، والناس نشوف الدراري الصغار اللي تيشجعوهم وتيتصوروا معاهم وتيعنقوهم، وكاين لك غير واه 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 بحال راه هو شي فنان كبير. ولكن اخوتي صراحه ما بقاش تعجب، وتنشوف بان هي الناس اللي تيشجعوها كذلك وتيصيفطوا لها الكادوات في التيك توك. كاين لك غير السبوعه، كاين لك غير الكاسكيطات، كاين لك غير الحوتات. اش من محتوى اللي غادي يخلي الانسان انه يشجع بحال هاد الناس هادو؟ انا ما بقيت فاهمه حتى شي حاجه. يعني الانسان في هذا الوقت هذا ولا تيبغي التفاهه، ولا تيبغي التفاهه وتيبغي من يضحك عليه وتيبغي الافلام. خاصنا الصراحه نحاربوا هاد الناس هادو ونكونوا ايد في ايد، ونتبعوا الناس تمشيونا بمحتوى نقي ومحتوى زوين، وباش هكا الجيل ديالنا اللي طالع ما يبقاش يلقى بحال هاد الناس هادو اللي تيخسروا الصوره ديال المجتمع والصوره ديال المغرب والصوره ديال الناس اللي دايرين بينا. المهم اخوتي ما تنساوناش بواحد الجيم والكومنتار. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.